كتير مننا بيخلط بين المنصب والقيادة. يعني بنفتكر إن المدير الناجح هو بالضرورة قائد عظيم، بس الحقيقة أعمق من كده بكتير. في تحليل النهاردة هنكتشف مع بعض إن طريق القيادة الحقيقي مش بالكلام اللي بنقوله، لأ، لكن بالأفعال اللي بنثبتها يوم ورا يوم. طيب خلينا نبدأ بحاجة بسيطة. لما الواحد بيفكر في كلمة قائد، إيه أول صورة بتيجي في باله؟ غالباً شخص واثق من نفسه، صوته عالي وكلامه مرتب. الفكرة بقى اللي معانا النهاردة بتقول إن الصورة دي ممكن تكون خادعة جداً. زي ما هو واضح كده، التأثير الحقيقي عمره ما بيتقاس بعلو الصوت. وهنا بقى بنشوف الفجوة الحقيقية. في فرق شاسع بين عالم الكلام والوعود وعالم الفعل والبناء. القيادة الحقيقية بتعيش في العالم التاني ده. مش مهم أبدا الخطب اللي بتتقال، المهم هي القرارات اللي بتتاخد والنتائج اللي بتتحقق على الأرض. هو ده بالظبط الفرق اللي بيميز القائد الفعلي عن أي شخص تاني. طيب لو القيادة أفعال، يبقى السؤال اللي يجي على طول هو: الرحلة دي بتبدأ منين؟ والإجابة ممكن تبان سهلة، بس هي في الحقيقة عميقة قوي. الرحلة بتبدأ من جوه. قبل ما نفكر نأثر في أي حاجة أو أي حد حوالينا، الأساس الأول والأهم هو بناء عالم داخلي قوي ومتماسك. ودي يمكن أهم قاعدة في الموضوع ده كله. المبدأ الأول اللي بيتبني عليه كل حاجة بعد كده هو التحكم في النفس. يعني ببساطة، صعب جدا أو شبه مستحيل إن حد يقدر يقود فريق أو مشروع أو فكرة بنجاح لو هو نفسه مش قادر يقود ذاته. السيطرة على النفس هي نقطة الانطلاق. التحكم ده بيترجم لثلاث حاجات أساسية: إدارة الوقت، ضبط المشاعر، وحسم القرارات. ولو فكرنا فيها كده بالمنطق، إزاي ممكن نثق في شخص بيضيع وقته أو بياخد قراراته في لحظة غضب أو بيتردد عند كل مفترق طرق؟ الثقة بتبدأ من هنا. بعد ما الأساس الداخلي ده بقى متين، بتيجي الخطوة التانية: الرؤية الواضحة. القائد عمل بالظبط زي قبطان السفينة، لازم يكون عارف هو رايح فين بدقة. ممكن البحر يكون هايج وطريق مش واضح، لكن البوصلة اللي في دماغه، يعني الوجهة، بتفضل ثابتة واضحة تماماً. ودلوقتي بعد ما بنينا الأساس من جوه، جه الوقت نخرج للعالم الخارجي. السؤال هو: إزاي كل المبادئ دي بتترجم لأفعال حقيقية على أرض الواقع؟ وإيه اللي بيميز تصرفات القائد في مواجهة التحديات؟ هنا بنشوف فرق جوهري بين عقليتين: عقلية الملكية وعقلية اللوم. القائد الحقيقي لما بتحصل أي مشكلة، أول رد فعل عنده هو تحمل المسؤولية الكاملة، بيقول أنا السبب. في المقابل، العقلية التانية بتبدأ فوراً تدور على أي شماعة خارجية تعلق عليها أخطائها. لما بنتكلم عن التواصل، أغلبنا بيفكر في الكلام، لكن هنا في نقطة عبقرية. التواصل الفعال له وشين. الأول هو الكلام بثقة ووضوح، وده طبيعي. لكن الوش التاني، وهو السر القوة الحقيقي، هو الاستماع. القائد الحقيقي بيسمع أكتر بكتير ما بيتكلم، لأن الفهم هو اللي بيخلق التأثير والثقة، مش مجرد الكلام. ودلوقتي وصلنا لذروة رحلة القيادة، اللحظة اللي كل الصفات الداخلية والخارجية دي بتتجمع وبتتجسد في فعل واحد حاسم. الفعل اللي بيعتبر المحفز أو الشرارة اللي بتغير كل حاجة. بس هنا بيظهر الوحش الحقيقي اللي بيوقف معظمنا. الصوت اللي جوه دماغنا اللي دايما بيسأل: طب أعمل إيه لو قراري طلع غلط؟ لو ما كانش قراري المثالي؟ الخوف ده من عدم المثالية هو أكبر عدو للقيادة. وهنا بتيجي الإجابة الصادمة، وهي رسالة قوية جدا: الخطأ أفضل من الوقوف في مكانك. التردد هو القاتل الصامت للقيادة. إن الواحد يتحرك وياخد قرار حتى لو مش مثالي، هو دايما أحسن من الجمود التام بسبب الخوف. في النهاية، كل الخيوط دي بتتجمع عشان توصلنا لخلاصة واحدة أساسية بتغير نظرتنا للموضوع كله. القيادة مش مجرد منصب بنشغله أو دور بنلعبه في الشغل. الموضوع أعمق وأشمل من كده بكتير. النقطة الحاسمة والنهائية هي دي: القيادة هي هوية، مش لقب بيتكتب جنب الاسم، لكنها أسلوب حياة. هي الطريقة اللي الواحد بيفكر ويتصرف بيها في كل جوانب حياته، سواء كان في حد شايفه أو لا. وبكده الدايرة اكتملت. الرحلة بتبدأ من جوه، من بناء الذات والتحكم فيها، والعالم بيشوف صحتها من خلال أفعالنا الخارجية. هي عملية مستمرة من النمو، وفي النهاية زي ما بدأنا، بتفضل الحقيقة واحدة: الأفعال دايما صوتها أعلى من الكلمات. وده بيسيبنا مع سؤال مهم جدا نفكر فيه كلنا: لو القيادة هي مجموعة أفعال، إيه هو أول فعل مهما كان بسيط ممكن نبدأ بيه الرحلة دي من النهاردة؟